السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ورجعنا تاني معانا وصفة جديدة ان شاء الله، الفراخ الرول مع حبة رز كده مبهر، حاجة تحفة ما شاء الله، شكله وريحة وطعم في منتهى الجمال. هنبدأ مع بعض نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ونقول بسم الله. احنا دلوقتي معانا دي اوراق تمام مخلية. ديت جاية اصلا جاهزة مخلية من عند بتاع الفراخ. انا بقول له ان انا عايزة اعمل حمام كداب، وبقول له متفتحليش قوي الورك. عشان هتشوفوا دلوقتي معايا الورك، اول واحد اللي انا ماسكاه دوت هو فاتحه قوي من ناحية الدبوس، مخلي حتى الجلدة بتاعته مفتوحة، فبيبقى رخم جدا لما بتيجي تحشيه. بص دوت بقى ما شاء الله، دوت الدبوسه بتاعته مقفوله. ده بيبقى كويس جدا وبتحشي بيبقى سهل وبيتقفل سهل. ولازم تكون القرقوشه اللي فوق ديت موجوده. وديت معايا دبوستين، انا بقى اخليهم دول معاكم ان شاء الله باذن الله. هنشوف دلوقتي مع بعض هنخلي ازاي. اما الوراك بصراحه يعني ايه، بتيجي اسهل بصراحه ان هي لما تيجي من عند الفرارجي معموله. دلوقتي هنخلي مع بعض الدبوس. احنا بس هنحاول نطلع الجلدة بتاعته لفوق، علشان الجلدة ديت اللي هنقفلها عليه وتقفل معانا الحشو. هنحاول نطلعها لفوق ونحاول ان احنا ما نقطعش فيها اي حاجة. وبالراحة كده وبطرف السكينة هنخلي العضماية اللي جوه. هنفتح فتحة صغيرة في الدبوس زي ما انتوا شفتوا. ودلوقتي انا بحاول اسلك اللحمة، اي لحم من على العظم، علشان طبعا ايه حرام ان احنا نهدر في اللحم. هنحاول دلوقتي ان احنا نسلك مع بعض زي ما انتوا شايفين كده بالراحة جدا بطرف السكينة. هنشيل اي لحم لازق على العظم، اي لحم واي اعصاب كده اللي هي الخطوط البيضة ديت. اي اعصاب كده نقطعها برضو بالراحة جدا بطرف السكينة كده برضو على مهلنا، عشان نحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نقطعش اللحمة من جوه. ودوت خلاص طلعنا العضماية بطرف صوابعنا. بس انا دلوقتي بسلك الاعصاب، وبطرف صوابعنا هنطلع العضماية بكل سهولة من القرقوشة اللي فوق. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الجلدة سليمة واللحمة سليمة وكل حاجة تمام. طبعا لو عايزين بقى تشوفوها تاني تقدروا ترجعوا تاني الفيديو، بس انا مش هطول عليكم عشان ايه الوقت بتاع الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. دلوقتي ان شاء الله هنبدا بقى نعمل شويه رز قوط مبهر اللي احنا هنحشي بيه الفراخ ديت. معايا بصلايه متوسطه، معلقه سمنه ومعلقه زيت، هحطها على النار لحد لما لونها يغمق تبقى بني قوط، بس طبعا ما تتحرقش مني، بس لونها يغمق عشان تديني لون حلو للرز. اللون ده كده بالنسبه لي ممتاز جدا. انا طبعا كنت بسرع الفيديو، هي بتاخد معاكم شويه وقت. هحط عليها معلقه من الصلصه اللي هي صلصه الطماطم اللي في البرطمانات العاديه. وديت حوالي مثلا كوبايتين ونص رز او كميه زي ما انتوا تحبوا، عشان انا هعمل رز زياده تحت الفراخ. وهديهم تقليبه مع البصلايه طبعا بعد ما غسلت الرز وصفيته كويس جدا من الميه. هحط له معلقتين الملح ورشه من السبع بهارات او بهارات اللحمه، اي بهارات انتوا بتحبوها. وهدي الرز تقليبه كويسه جدا بحيث ان هو يتشرب من الماده الدهنيه كويس اوي. ومعايا دي ميه لازم تكون سخنه علشان خاطر الرز بتاعي ما يعجنش. هديله تقليبه وهستنى عليه اول ما هيغلي هغطيه. واول ما احس ان هو بدا يتشرب هوريكم دلوقتي المرحله اللي انا هقفل دلوقتي. انا هغطي عليه اول ما لقيته بدا يغلي، هغطي عليه زي ما انتم شايفين. في المرحله ديت بقى خلاص بدا يتشرب، هديله تقليبه وهعمل على اهدى درجه حراره لمدة تقريبا 10 دقايق، 10 دقايق 12 دقيقة بالكتير قوي. وبعدين هاخد منه كمية هطلعها تبرد زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي معايا. ديت هحشي بيها الفراخ. وبقيتها هديها مثلا حوالي 3 معالق مية، وهسيبه على نار هادية يكمل بقية السوا بتاعه اللي هو 10 دقايق كمان. والرز ان شاء الله بيبقى استوى، بيبقى مفلفل وبيبقى جميل قوي. دوت الكمية اللي انا هاخدها ديت اللي هحشي بيها الفراخ. طبعا ما شاء الله انا عندي كمية وراك حلوة محترمة كده، فانا هزود شوية كمية الرز علشان خاطر تكفيني ان شاء الله باذن الله. ديت اللي معانا الوراك زي ما انتوا شايفين اللي هي المخليه. انا هقلبها على الظهر اللي انا هحشي منه، وهبدا ابهرها. هبهرها بايه؟ هبهرها بحاجات بسيطه جدا. كميه بسيطه من الملح، وكميه بسيطه من الفلفل الابيض اللي هو بدل الفلفل الاسود، يعني انا بحبه شويه عن الفلفل الاسود، بحيث الفلفل الاسود بيبقى حامي شويه عنه. تمام. هديها رشة من الفلفل الأبيض، وهديها رشة من السبع بهارات أو توابل الفراخ أو توابل اللحمة، أي توابل انتوا برضو تحبوها دي اختياري. وهمسحهم بس مسحة كده بسيطة بحيث ان الملح ايه ما يبقاش في حتة متكتلة فيها الملح. كده انا بتبل الوراك والدبابيس بتاعتي من جوه اللحم بتاعها. على بقى الجلد من بره انا هقلبها دلوقتي. انا على الجلد من بره مش بحب احط توابل عشان بتتحرق كده وبتغمق بتبقى مش حلوه.
انا هكتفي قوي بالتوابل اللي جوه الوراك. انا هديها بس من بره رشه ملح مش اكتر ولا اقل، وهديها برضو مسحه كده بسيطه بالفرشه بتاعتي عشان بس ايه اوضبها كده وكل حاجه تبقى شربت من التوابل بتاعتي والملح. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين انا هوريكم ده اول ورك اللي هو كان الراجل فتحهولي قوي. بيكون رخم شويه في التقفيل لان انتي هي الجلديه اللي فوق دي هي اللي بتساعدك ان انتي تقفلي الورك. انا طبعا بحط كميه مناسبه من الرز مش كتير قوي علشان خاطر الورك بتاعي اعرف اقفله. واحط دلوقتي جواها الخله، بحاول بس اضم واقفل على قد ما اقدر. ده بيكون مش حلو شويه في التقفيل لان هو الجلد بتاعه زي ما بقول لكم مفتوح قوي. بس برضو ان شاء الله هحاول اقفله واحط فيه خلتين، واحده من فوق واحده من تحت، بحيث ان انا اضم الورك على بعضه وان شاء الله باذن الله ما يفتحش منه، تشوفوه في اخر الفيديو ان هو مقفول وزي الفل. اديكي شفتوا ده اول واحد. دوت بقى تاني واحد، دوت اللي الجلده بتاعته مقفوله من عند الدبوس، ده طبعا بيبقى اسهل بكتير. بصوا حتى الدبوسه ما شاء الله من فوق بتتحشي بيكون فيها كميه من الخلطه اكبر وبتبقى احلى بكتير. وبرده هقفله معاكم بنفس الطريقه زي ما انتم شايفين، هضمه على بعضه واحط برده الخل من فوق ومن تحت وهقفله واحطه في الصينيه مع التاني بالظبط. مفيش اي مشكله ان شاء الله باذن الله. في الوقت دوت انا بعمل ايه؟ انا بسخن الفرن على درجه حراره عاليه علشان خاطر الفراخ ما تاخدش معايا وقت طويل في الفرن. لازما يا جماعه يكون الفرن سخن جدا. لما اي حاجه ايا كانت فراخ او لحمه او اي حاجه لازم تكون الفرن درجه حرارته عاليه علشان الحاجه تبدا تغلي بسرعه وتستوي معانا بسرعه ان شاء الله باذن الله. طبعا خلطه الرز ديت احنا ممكن نحط فيها اي نوع من انواع الخضار، بسله وجزر مثلا، اي حاجه من انواع الخضار احنا بنحبها، او نعملها بالكبد والقوانص. يعني ايا كان الخلطه اللي انتوا بتحبوها حطوها مفيش اي مشكله وان شاء الله باذن الله كلها بتنفع وكلها بتبقى زي الفل. ادي شايفين الورك التاني اتقفل معايا بكل سهوله وبيبقى جميل، وبصوا ما شاء الله شكله اصلا لذيذ كده ومقفول ومبروم وزي الفل. دي بقى الدبوسه العسوله خالص اللي احنا خليناها مع بعض، هوريكم دلوقتي برضه هنحشيها ازاي. بتبقى جميله جدا، بتبقى سهله عشان احنا ما قطعناش الجلده بتاعتها. هحط برضو الرز في النص وبعد كده هبدا اقلب عليه الجلده زي ما انتم شايفين بمنتهى السهوله، وزق اللحم والرز جوه الجلده. هترجع شكل الدبوس العادي جدا ولا كأننا اصلا خليناها ولا كأننا عملنا فيها اي حاجة عشان احنا ما قطعناش الجلد بتاعها من بره. اهو بصوا بسم الله ما شاء الله هتتقفل وهتبقى زي الفل. وبرده الحتة من تحت تحسبا للظروف برضه عشان الرز ما يخرجش بره وعلشان خاطر بان اصلا عايزه اقول لكم حبه الرز اللي بينزلوا في الصينيه مع حبه الخضار اللي هنحطهم مع بعض شويه كده اهوت، عايزه اقول لكم ما شاء الله بيبقى فعلا رز دايب بيبقى زي العسل. اهو بصوا ما شاء الله شكل الدبوس جميل جدا ومقفول ومش مقطوع وكل حاجه فيه سليمه وزي الفل. هخلص بقى بقيه الكميه وهجيلكم. ديت ما شاء الله بقيه الكميه اللي كانت عندي انا كملتها، رصيتها في قلب الصينيه زي ما انتم شايفين. عفوا. ودلوقتي هنكمل بقى مع بعض ان شاء الله. احنا هنحط عليهم شويه خضار، طبعا برضو الخضار اختياري. انا دلوقتي حطيت جزر وبصل مع بعض وارش عليهم رشه توابل ورشه فلفل ابيض ورشه ملح، مش اكتر برضو ولا اقل. والله يا جماعه كل ما بنخفف في التتبيله كل ما بنحس بطعم الخضار وطعم الفراخ واللحمه بيكون واضح اكتر. هقلبهم بس تقليبه. طبعا تحطوا اي خضار مشكل انتوا عايزينه، ممكن بطاطس ممكن جزر ممكن بسله ممكن اي حاجه. ديت بقى احط كوبايه، يعني ممكن كوبايه الا ربع من الميه، واحط عليها معلقتين كبار من الصلصة اللي هي في البرطمانات، وهديهم نص معلقة الملح وهقلبهم كويس جدا وهنزل بيهم على الفراخ. بس الاول طبعا عايزة بس ارص معايا الخضار بتاعي. هنزل دلوقتي الخضار ان شاء الله باذن الله على الفراخ. وزي ما انا قلت لكم الخضار اي نوع خضار انتوا تحبوه. انا بحب الجزر والبصل. يعني هما بيستحملوا شويه، بحس البطاطس والكوسه بيتهروا شويه مع وقت الايه الفراخ عقبال ما بتستوي. هرصهم كده كويس جدا ما بين الفراخ بتاعتي، وبعدين هنزل عليهم بالصوص بتاع الطماطم اللي انا عملته معاكم اللي هي صلصة الطماطم. هنزل عليهم من فوق كده زي ما انتوا شايفين. وانا هي بتستوي في الفرن احتاجت مني مثلا ربع كوباية مية تاني، يعني المية اللي فيها الصوص بتاعها دوت نشف احتاجت مني تاني هعديها ربع كوباية مية كمان. مش محتاجتش، ولقيتها هي بتستوي وهي كده كده اصلا الخضار بينزل مية الفراخ بتنزل مية بتاعتها مفيش مشكلة. دلوقتي انتوا عندكم اتنين اختيار، لا اما تغطوا بصينيه من فوقيها تحكموا بيها بس البخار عشان ما يخرجش من الصينيه بتاعتي وتستوي معايا كويس، او نغطيها بورق الومنيوم وادخلها في فرن سخن جدا هتاخد معايا ساعه ان شاء الله باذن الله. وبتخرج بقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. هطلعها تحت الشوايه تاخد بس لون وخلاص على كده. وبتطلع ما شاء الله الفراخ مستويه جدا من جوه، ما فيهاش اي نوع من انواع الزفاره لان هي مغسوله في الاول كويس جدا. شويه البهارات كانت كافيه جدا انها تطعم لي الفراخ، وفعلا جميله ما شاء الله طعمها حلو قوي 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 قوي. تقدروا تقدموها زي ما هي كحمام كداب،
او بقى هنعملها دلوقتي الرول بتاع الفراخ اللي انا هقول لكم بقى عليه. هي كده انا سبتها بس معايا يعني هديت شويه علشان اقدر ان انا اتحكم فيها، وفي نفس الوقت علشان خاطر يعني برضو ايه ما تتقطعش مني، لو قطعتيها وهي سخنه ممكن تتفرول منك. انا طبعا سبتها تهدى شويه، ودلوقتي زي ما انتم شايفين انا هبدا اقطعها رول بسكينه يا جماعه اللي هي المشرشره، لان هي بتساعد احسن ان الحاجه تتقطع معاكي كويس وما تتفرولش منك. هنقطعها زي ما انتم شايفين كده طرنشات. بصوا بسم الله ما شاء الله من جوه جميله جدا، خلطه الفراخ مع الرز والتقطيعه بتاعتها بسم الله ما شاء الله زي العسل. هقطع معاكم واحده كمان علشان خاطر برضو تشوفوا معايا الدنيا عامله ازاي. اديني دلوقتي قطعت ال الوراك بتاعتي، ان شاء الله اوريكم دلوقتي الكميه كلها على بعضها. دي بقى بقيه كميه الرز اللي انا سبته تقريبا حوالي 10 دقايق كمان على النار، وبعد كده قفلت عليه وسبته ياخد بقى البخار بتاعه يهدى زي ما هو، مفيش اي مشكله. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله الفراخ بتاعتي جميله جدا جدا، ريحتها جميله والرز ريحته حلوه قوي 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 قوي، وشكلها اصلا زي العسل. هنرص كده مع بعض الشرايح بتاعه الرول بتاع الفراخ بتاعتنا فوق الرز. طبعا بقى طريقه التقديم تقدروا تقدموا زي ما انتوا عايزين، دي حاجه طبعا ايه ترجع لكم حسب ذوقكم، بس هي اصلا ما شاء الله شكلها كان يفتح النفس. ودي بقى حبة الخضار اللي هم كانوا في الصينية من تحت، ما شاء الله دايبين دايبين فعلا بمعنى الكلمة، اللهم بارك. والريحة كانت جميلة وكلها فضل ونعمة من عند ربنا، اللهم زد على نعمة احفظها من الزوال. اتمنى تجربوا الوصفة، اتمنى يا رب تعجبكم، وان شاء الله هستنى تعليقاتكم. وبيفرحني جدا جدا تعليقاتكم الجميلة ديت، بستناها من فيديو للتاني. ويا ريت اللي لسه ما اشتركش يعمل اشتراك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد ان شاء الله بإذن الله. ويا ريت بقى متنسونيش في اللايك والتعليق الجميل منكم، وان شاء الله اشوفكم في وصفه جديده، واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واسيبكم بقى تكملوا بقيه الجمال دوت، وتسرحوا كده في الجمال اللي قدامكم ده، وان شاء الله كل يوم وصفه جديده. وكانت معاكم لطيفه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.